ليه أغنياء العالم واللي منهم مارك زوكربيرج بيعملوا مخابئ سرية في أماكن منعزلة تماما عن البشر؟ وليه بيتكلف بناها الملايين دي كلها؟ ويا ترى هم يعرفوا إيه وبيخططوا لإيه إحنا ما نعرفوش؟ هل ده ليه علاقة بالنزاعات والحروب المنتشرة في العالم زي اللي بيحصل لإخواتنا في غزة والسودان؟ وإيه حكاية مشروع صندوق الأرض الأسود اللي بتبنيه في أستراليا؟ كوباية القهوة بتاعتك والورقة والقلم وخليك معايا وخليني أحكي لك عن مخابئ نهاية العالم، الصناعة اللي كبرت وازدهرت في السنين الأخيرة. أنا أحمد طه وأنت بتسمع الخلاصة. أهلا بيك يا صديقي العزيز في حلقة جديدة من الخلاصة. في الفترة الأخيرة وبالتحديد من وقت جائحة كورونا اللي ضربت العالم كله وبدأت الناس تحط تصورات سوداوية، وكتير من الناس بدأ يتنبأ باحتمال ظهور جائحة جديدة أو انهيار اقتصادي، غير التغييرات الكبيرة في المناخ والتلوث البيئي والاحترار العالمي، وكمان الخلافات السياسية والحروب اللي دايرة في أكتر من بلد واللي أغلبهم للأسف بيمتلك نووي. وطبعا النتيجة المتوقعة هتكون حرب نووية هتقضي على معظم البشر، وده اللي خلى أغنياء الكوكب يفكروا إزاي هيكملوا حياتهم بعد الكارثة دي. والحل اللي فكروا فيه نشرته مجلة لوبس الفرنسية في مقال على موقعها الرسمي بعنوان لو خايف من انهيار بيئي أو حرب نووية فيش مشكلة، شركة أوبوديوم السويسرية عندها الحل. بس يا ترى إيه الحل ده؟ عشان تعرف الإجابة دي لازم تعرف الشركة دي أصلا بتشتغل في إيه. شركة أوبوديوم السويسرية زي شركات كتير بتشتغل في صناعة ملاجئ للحماية من الكوارث الطبيعية والبشرية اللي بتولد خوف وقلق عند كتير من الناس، خصوصا عند الأشخاص زي أغنياء العالم ورجال المال والأعمال وغيرهم. الشركات دي بتبني ملاجئ بتوصفها بأنها قلعة مريحة بجودة عسكرية للحماية من أهوال نهاية العالم، وده بغض النظر إذا كان التهديد ده حرب نووية أو زلزال كارثي أو جائحة تانية زي فيروس كورونا. وبدأ مليارديرات ومشاهير العالم زي سام ألتمان يبنوا ملاجئ فاخرة، أحيانا بتكون تحت الأرض مخفية في ممتلكاتهم، وأحيانا تانية بتكون بعيد عن محل إقامتهم الرئيسي. وبالتالي بدأت شركات البناء تقدم مجموعة واسعة من الخيارات للمخبأ، بداية من $40,000 لحد $14 مليون، وده طبعا على حسب المساحة ومستوى الرفاهية وقوة تحملها للضربات النووية وتجهيزها بأنظمة الطاقة وتنقية وضخ المية وتنقية وترشيح الهواء من المواد البيولوجية والكيماوية، والأبواب المقاومة للانفجارات وأماكن لتخزين الأكل الكافي وأنظمة توليد وإضاءة وشحن للمولدات بالطاقة الشمسية. ففي شركات بتبني ملاجئ زي فيفوس إكس بوينت عبارة عن مخابئ عسكرية سابقة وبيتم إعادة استخدامها، وبتستوعب لحد 5000 شخص، بتتوفر فيها الأغذية والمية والوقود والإمدادات اللازمة، غير تجهيزها برفاهيات زي الصالات الرياضية. أما مخابئ سيرفايفل كوندو اتبنت في الستينات في الحرب الباردة كمستودع لإطلاق الصواريخ النووية، ودلوقتي اتحولت لمجمع سكني فاخر بيوفر للأغنياء فرصة التأمين على الحياة. المخبأ موجود تحت الأرض على عمق 61 متر في مدينة كانساس. المكان كمان متجهز بالكهرباء والمية والإنترنت وكل الأكل المعلب اللي بتحلم بيه، وبيتكون من 15 دور تحت الأرض. الأدوار الثلاثة الأولى فيها باركنج للعربيات وغرف للتطهير الإشعاعي وعدادات جايجر لكشف الإشعاع ومواد استخراج كل الملوثات البيولوجية والإشعاعية، غير طبعا الغرف الميكانيكية والمرافق الطبية ومخازن للأكل مع مزارع لزراعة الأغذية العضوية ومرافق لتربية الأحياء المائية. بعديها 7 مستويات من الشقق السكنية، والأدوار الأربعة الأخيرة جواها فصول دراسية مجهزة بأحدث الأجهزة ومتزودة بشبكات الإنترنت اللي بيتم تنزيل وتخزين المعلومات والمواقع حسب رغبات كل مقيم. ده غير مكتبة وسينما ومنتجع صحي وجيم كامل وحمام سباحة. في 14 ديسمبر نشرت نيويورك بوست مقال قالت فيه إن مارك زوكربيرج بيبني مشروع ضخم شغال فيه شركات كتير بدرجة كبيرة من السرية والتعتيم، لكن تم تسريب صور من عمال شغالين في المشروع ومنها جمعت الجريدة معلومات عنه. مارك بيخطط يبني مجمع في جزيرة هاواي يعيش فيها هو وعيلته لو قامت حرب نووية في مكان بعيد عن البشر وأقرب مدينة ليه على بعد 4000 كيلو، لضمان إنه ما يتأثرش بأي انفجارات نووية ويقدر يوصله بسهولة لو حصلت أي حاجة. خطة البناء بتشمل مخبأ ضخم تحت الأرض مصمم مخصوص للحماية في حالة نهاية العالم. وبالرغم من إن المشروع مش جديد ولا أول مرة يتعمل، لكن الغريب إن حتى السكان المحليين قالوا إن مستوى التأمين والسرية المبالغ فيها المرتبطين بالمشروع مش موجودين إلا في المنشآت العسكرية. وكشف تحقيق نشرته مجلة وايرد الأمريكية الحجم الحقيقي للمشروع، وقالت إن المشروع اتبنى حوالي جدار ارتفاعه 6 متر يعزل الرؤية تماما عن أي حاجة بتحصل جوه المشروع، غير الدوريات على الشواطئ المحيطة خصوصا وقت دخول وخروج الشاحنات اللي بتنقل مواد البناء والعمال، غير البوابات الإلكترونية وشركات الحراسة المشرفة على المشروع. مش مسموح لأي شخص شغال في المشروع إنه يتكلم عنه، وكل الأشخاص اللي شغالين في المشروع ملزمين باتفاق صارم بعدم إفشاء أي معلومات، وأي حد بيخالف الاتفاق وينشر معلومات عن المشروع بيتفصل. وده اللي حصل مع عامل سابق في الموقع اتطرد بسبب مشاركته صورة للمشروع على سناب شات. وأطقم البنى المختلفة جوه المشروع مكلفين بمشاريع منفصلة، وممنوع على عمال الأطقم دي يتكلموا مع الأطقم التانية عن طبيعة عملهم.
المجمع مساحته 5000 متر ومكون من 10 مباني مع قصرين مركزيين مربوطين ببعض بأنفاق بتوصل لملجأ تحت الأرض. الملجأ ليه بوابة مقاومة للانفجارات، وجواه غرف نوم وبيوت للضيافة، ومهيأ ومجهز بإمدادات الطاقة والأكل، غير المزرعة المحصنة المزودة بكل وسائل الاكتفاء الذاتي من المية وأماكن لزراعة النباتات وإنتاج الغذاء. المشروع بيعتبر واحد من أغلى العقارات في العالم، وبتوصل تكلفته لأكتر من 270 مليون دولار. وهنا لازم نسأل سؤال مهم: هل ممكن نكون فعلا بنقرب لنهاية العالم؟ وهل في أمل إننا نقدر نلحق نقلل الضرر ده؟ للإجابة على السؤال ده قررت جامعة تازمانيا الأسترالية طبقا لتقرير نشر موقع ساينس الارت اختيار منطقة بعيدة في مكان سري معزول على جزيرة تازمانيا الأسترالية عشان تبني هيكل غريب بيسجل نهاية العالم اللي نعرفه تحت اسم الصندوق الأسود للأرض. المشروع عبارة عن مبنى فولاذي عملاق مليان بأجهزة معالجة متطورة بتشتغل بالألواح الشمسية، بتوثق وبتحافظ على التحديثات والتحليلات العلمية عن المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وانقراض الأنواع والتلوث البيئي، غير قياسات درجات الحرارة والأرض وتحمض المحيطات ونسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتعداد السكان والإنفاق العسكري واستهلاك الطاقة، على أمل اكتشاف الأجيال المستقبلية للأرشيف ده ويكونوا قادرين يعرفوا إيه اللي حصل لنا بالظبط تسبب في نهاية العالم. الفكرة إنه لو انهارت الأرض نتيجة تغير المناخ فهيكون المبنى هو جهاز التسجيل غير قابل للتدمير المتاح للنجيم عشان يقدروا يتعلموا منه ويحاسبوا القادة للتأكد من تسجيل أفعالهم اللي تسببت في النهاية دي. بيقول المسؤولين عن المشروع إن الهدف هو المساعدة في دفع البشرية بعيد عن السيناريوهات المشابهة بملاجئ يوم القيامة، والتشجيع على التصرف المسؤول تجاه قضايا المناخ والإشراف البيئي. وفي الوقت اللي لقب سفالبارد العالمي للبذور عبارة عن حصن مصمم لحماية نسخة احتياطية من بذور العالم في حالة حدوث الأسوأ، الصندوق الأسود للأرض يعتبر سجل مستمر لمسار العالم في الظروف اللي احنا بنعيشها. ونشروا على الموقع الرسمي وقالوا: ما لم نغير طريقة حياتنا بشكل جذري فإن تغير المناخ والمخاطر الأخرى اللي من صنع الإنسان هتتسبب في انهيار حضارتنا، والصندوق الأسود للأرض هيسجل كل خطوة خدناها تجاه الكارثة، وهيقدم حساب محايد للأحداث اللي تسببت في زوال الكوكب ومساءلة الأجيال الجاية وإلهام المجتمع الحالي للعمل بشكل عاجل لتلافي النهاية المشؤومة اللي احنا هنحدد نهايتها. الخلاصة يا صديقي إن كبار رجال المال والأعمال في العالم عرفوا وفهموا حجم المشكلة اللي بنواجهها حاليا، وابتدوا ياخدوا احتياطاتهم لمواجهة الأزمة دي. والسؤال دلوقتي: هل فعلا ملايين الدولارات اللي بتتصرف على المباني دي هتقدر تحميهم فعلا؟ اكتب لي رأيك في التعليقات. ولو عجبتك الحلقة وعايزنا نتكلم أكتر في الموضوع ده ممكن تعمل لايك وشير واشتراك في القناة، ومتنساش كمان تبص على المصادر تحت الحلقة. أنا أحمد طه، أشوفكم بخير.